السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي. نتعرفوا على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي. إذا التشكيلة اللي تقدر تكون نموذجية بطبيعة الحال في مركز خط وسط الميدان للمنتخب الوطني المغربي أمام النيجر. التشكيلة اللي تقدر تكون كبيرة صراحة للنخبة الوطنية بطبيعة الحال أمام الكرة ديال النيجر، لا جدال في ذلك ولا نقاش. كرة النيجر كرة اللي تقدر تكون متطورة مع بادو الزاكي بطبيعة الحال. إذا تكمل أقوى تشكيلة بطبيعة الحال للمنتخب الوطني المغربي في مركز خط وسط الميدان، بدا بأسامة الترغالي اللي كيلعب في فاينورد الهولندي، اللي هو كيبقى من العناصر اللي ممكن تكون جيدة الصراحة داخل النخبة الوطنية، لا شك ولا نقاش في ذلك. بطبيعة الحال كيبقى لاعب جيد صراحة. نمشي عند أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اللي كيبقى من العناصر الجيدة صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي، من اللاعبين الجيدين صراحة. هادشي اللي كاين. أوناحي لاعب جيد صراحة. نمشيو على اللاعب إلياس بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسي. هذا الثلاثي اللي ممكن يكون في الخط الأمامي ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال، أو في خط وسط الميدان أمام منتخب النيجر. هادشي